والدنيا برضو في الأسعار دلوقتي مش أحسن حاجة، وكل يوم طبعا الأسعار في الطالع. ربنا يعين كل بنت بتجهز. حاولوا تحسوا بأهلكم يا بنات، وما تجيبوش حاجات أزيد من اللازم. أنا كاستخدامي بكل العزومات، احنا دلوقتي أسرة مكونة من 3 أفراد، أنا وزوجي وطفلة صغيرة. فأنا مش بحتاج أكتر من اللطقم اللي قدامكم دي. مش بستخدم طبعا كل الحلل دي. فاحنا ممكن نبدأ، بس في الأول لو الدنيا مش أحسن حاجة ممكن نبدأ بطقمين. كل طقم يكون 3 قطع أو 4 قطع، مش أكتر من كده. ده كبداية. برضو كل عروسة بتختلف ظروفها من بيت للتاني. ممكن مثلا تكون هي موجودة في بيت عيلة عندها عزايم كتير. وفي الوقت اللي احنا فيه طبعا الدنيا ما بقتش عزايم اكتر حاجة، بس كبداية لو هما 2 بس ومفيش ناس هتجيلهم كتير، فاحنا ممكن نجيب طقم واحد ستانلس وطقم واحد تيفال. انا جبت التيفال بتاع زهران، والستانلس برضو جبت ماركة زهران. على حسب طبعا المتاح وعلى حسب الميزانية بتاعتك. بس الحلال التيفال حاولوا بس ما تسترخصوش بيها، وتجيبوا ماركة كويسة علشان تقعد معاكم انتوا. طبعا اهم حاجة ان انتوا تكونوا بتحافظوا عليها. هكلمكم عن الطقم التالت، والطقم التالت ده طبعا رفاهية، ممكن يكون سيراميك او جرانيت. انا جبت جرانيت تيتانيوم بتاع نيو كلاين. طبعا كلكم سمعتوا عليه من الشفات، وبيجي على طول الاعلانات بتاعته على الانترنت. انا متجوزة بقالي 2 سنين. والطقم ده والطقم ده ما كانش رخيص، هو كان 4 حلل ومع التصدرين اللي كلمتكم عليها في أول الفيديو. بس حقيقي الطقم من أبشع الأطقم اللي ممكن حد يجربها.